قرية بحر البقر بقطع طريق بورسعيد القاهرة بسبب تجاهل المحافظة مطالبهم بتوفير مياه الشرب والري، مؤكدين ضرورة عمل محطة المياه الرسمية حتى يستطيعون الحصول على المياه. ومن جهة أخرى تظاهر عدد من خريجي كلية التربية الأساسية ببورسعيد مساء الأمس أمام مكتب المحافظ احتجاجا على عدم تعيينهم برغم وعود مديرية التربية والتعليم بتحرير عقود لهم. ومن بورسعيد أحمد الجمال معنا. ما هي مشكلة المياه بقرية بحر البقر أحمد؟ نعم ضحى للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد قطع مساء أمس أهالي قرية بحر البقر بجنوب بورسعيد طريق بورسعيد الإسماعيلية في كيلو 32 جنوب بورسعيد قبالة المدخل الرئيسي للقرية من على طريق بورسعيد، وأجبر الأهالي جميع السيارات على التوقف مما عطل حركة المرور على الطريق السريع لأكثر من 3 ساعات، وخاصة بعدما توقفت تماما حركة المرور في جزيرتي الطريق. وأرجع الأهالي سبب تكرار قطعهم للطريق إلى تجاهل محافظة بورسعيد لمشاكل حرمانهم من مياه نظيفة للشرب وقلة مياه الري الأراضي الزراعية في الوقت الذي بروى فيه أراضي كبار المستثمرين على حد وقتهم. وطلبوا بضرورة أن تعمل محطة المياه بقوة الدرجة الخامسة بدلا من الثالثة، وإلغاء روابط دفع المياه أو البوسطة كما يقولون، حيث كانت أماكنها قريبة جدا من الأراضي التي كانت تتبع نواب الحزب الوطني المنحل. كما طلبوا بإلغاء المناوبات في توزيع المياه على أن تستمر عملية صرف المياه بعد هذه الحلول بشكل تجريبي لمدة 15 يوم. وفي قرية الكاف أيضا تمكن شباب القرية من إحباط محاولة من حلول الحزب الوطني المنحل للسيطرة على انتخابات مركز الشباب بالقرية، وتمكنوا من تصعيد الموقف واستدعاء الحاكم العسكري، وتم تأجيل الانتخابات بالفعل وسحب 4 من مرشحي الحزب المنحل وفتح باب الترشح لأي شخص من بورسعيد وليس من القرية فقط. نعم، هل لك تطلعنا أيضا على تفاصيل أكثر حول وقفة خريجي كلية التربية؟ نعم ضحى، بالأمس تظاهر أكثر من 120 من الخريجين من كلية التربية الأساسية في بورسعيد أمام مكتب محافظة بورسعيد والديوان العام للمحافظة بعد اعتراضهم على عدم تعيينهم حتى الآن برغم وعود مديرية التربية والتعليم بتحرير عقود جديدة لهم. وطلب المتظاهرون أيضا ضرورة مراجعة أكثر من 350 عقد تعيين تم تحريرها مع خريجين أكد المتظاهرون أن غالبيتهم تم تعيينهم بالواسطة من خلال عضو بالوطني المنحل، وتم التعيين برغم أن مؤهلاتهم لا تسمح بذلك. وأكدوا أيضا ضرورة تدخل محافظة بورسعيد لوقف ما اسموه بمهزلة التعيينات بمديرية التربية والتعليم والمجاملات التي تسببت في تعيين من لا يستحق بدلا منهم، ووجهوا استغاثة مباشرة لوزير التربية والتعليم لإنقاذهم من اللجنة المشكلة لبحث عقود التعيينات. وقالوا أيضا أنهم لن يتركوا حقهم حتى يتم تعيينهم. وفي مداخلة تليفونية مع محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله قال أنه سيتم حصر جميع هؤلاء الخريجين وسيتم تعيينهم وفقا لسنوات التخرج والتقديرات على مدار السنوات التعليم. نعم، الصحفي أحمد الجمال أشكرك شكرا جزيلا. وفي محافظة دمياط